وهذا اللوز يا صحابي، اللوز بحبكم يا فنزاتي، احلى من حياتي. عاملين ايه يا اخواتي؟ بنتي فرحة تاكل ايه؟ هاكل بيك. هو مش بيك عشان ما حدش يا جدعان، نفسي اكل بيك بجد بجد. كل البنات والناس اللي في السعوديه وكل بيشكر فيه بجد. حد يجيب لي بيك، ماليش فيه. وانا عامله الرابطه دي كده ليه؟ عامله زي خالتي السنه الشغاله. النبي قطعه البانيه احسن من اي حاجه. يوسف ابني امبارح راح يجيب لنا بتنجان، عشان سنين تخليه. بصوا جايب لنا بتنجان عامل ازاي. امم بصوا، حاول بصوا. فلفل فلفل فلفل، مولع نار. بتجيني. الله 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 الله. كنت لما اقعد في الفصل زمان وانا عيله، والله العظيم، وانا في ابتدائي كده مثلا، في تانية ابتدائي تالتة ابتدائي، كنت قاعد في الفصل اعمل مشاكل، اتخانق مع الصبيان. اتخانق مع الصبيان اكتر من البنات، يعني بتخانق عشان البنات، بتخانق مع الصبيان واضربهم وحاجات كده. المهم، كان في استاذ اسمه الاستاذ احمد عيد. الاستاذ احمد عيد ده عندنا مشهور، بيحط منديل على المؤخره بتاعت الصبيان ويعضها، وايدينا البنات يضربها او يعاقبها شايله الشنطه ورافعه رجل ومنزله رجل، وشايله الشنطه بايديها الاتنين، بس رجلك ما تنزلش الارض، لو ريحت رجلك هيلوشك. فكان ايه، كل شويه يا استاذ فرح منزلها رجليها. انا اساسا في الاصل اساسا، بس مش فرح، يكون في علمكم يعني. المهم، منزله رجليها، فاقوم انا ايه، رافعه رجلي بسرعه، وبعدين يرجع تاني ريح رجلي. انت رافعه رجلك؟ لا، دول كدابين بيكدبوا عليا عشان اتضرب. وايه بقى، واعمل لهم كده كده. فالمهم لما يقفشني يجي عامله ايدي كده ويجي ضاربني. رحت ماسكه الصبيان زنقاها بره اللي قالوا للاستاذ، وقسما بالله جريت وراهم، رميت الشنطه في الارض. كانت الشنطه بتاعت زمان دي اللي انا محتفظه بيها كده، ورميتها في الحوش وجريت وراهم قسما بالله. رقعتهم حته علقه، ضرب ضرب، لدرجه ان الناس كانوا بيقولوا لي يا مفتريه. كنت عامله زي سكه العبيطه كده. فاقوم ايه، فانا واخده يعني على الاحكام عادي يعني. والبنات اللي بتلعب معايا اليومين دول، انا بحب لكم الاحكام برغم اللي عندي ما بحبش الاحكام. الله يسعده، ما بحبش يحكم على حد، بس عشان الدنيا تمشي لكم، يعني تمشي لاخواتي البنات. لما انا احكم عليكم فيخش حد يحكم عليا عشان انتوا ربنا يكرمكم لما احكمي. فانا بحب لكم الخير، وطول عمري والله والله بحب الخير للناس كلها، والله العظيم. وهو ايه كده، هو كده. يا لهوي، فين يا فراح الفلفل؟ ارحموني، عليها شطه حمراء اهي اهي، شطه حمراء، فلفل قلبي 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 قلبي. وفين البصل يا فرح؟ عاوزة يا بنتي منك لها بنت صفرة في بجين كان مخلل ياما، ده عقاب لوحده. مين فيكم حضر المدرسة بتاعت الثانوي؟ انا طالعة من تانية تجارة عشان يجوزوني، خدت الاعدادية وطلع خدت اولى تجارة، وطلعت من تانية تجارة عشان يجوزوني. مين فيكم وهي ماشية كانت تشيل الاكلاسيه كده قدامي؟ فاكر الاكلاسيه؟ يبقى في الكتب كده وشايلها قدامه وماشيه بتتأنتع، تبقى لابسه الجيبه الكحلي والبلوزه البيضه. تقوم المطره لما تمطر البنات كلها تجري، وانا بقى اتعرض للمطر كده بقى، يعني عارفه، عشان بقى البلوزه ايه، تبقى ايه بقى، البيض اللي تحت البلوزه كله باين كده. يا لهوي يا لهوي على الفسقانه. اه. تحفه، وربنا الاكله دي تحفه. بنات في العيش، انا اساسا طول عمري ماليش في المعجنات، هي في العيش بس. شوف الهرسه اللي عاملاها نار. تحفه تحفه تحفه. الاكله دي بكام يا بنتي فرح؟ ب5 جنيه وجنيه تحت جنيه.
ما بكدبش عليكم، لا بحبكم يا فانزاتي من احلى من حياتي. اكتبوا لي في الكومنتات، روح الله يوسع عليك رزقك يا فهد يا ابن حواء وادم، زي ما انت فارجع عليا وعلى ولادي. الله يوسع عليك رزقك ويجعل اللي انت بتعمله في ميزان حسناتك يا رب، بحق جاه النبي، وفي ميزان حسنات والدتك الله يرحمها على اللي انت بتعمله معايا ومع ولادي. يروح الله يفرح قلبك ويزيدك من فضله ومن نعمه، وتجيني في اللامبرجيني يا كولاجين قلبي. ياسمين هتاخد فلوس النهارده وتنزل كانت خلع ضرسها، هتنزل ان شاء الله عشان الدكتور ياخد لها مقاس ضرسها عشان يركبه لها، عشان هو ظاهر قوي باين قوي. الله يوسع عليك رزقك يا فهد، احبكم في الله فانزاتي يا احلى من حياتي، وتجيني في اللامبرجيني يا بنت فروحه. باي. نسيت اقول لكم علامه الزائد، علامه الاكسبلور وكده وكده. بجد الفرح بتاع بنت احمد زاهر ليلى من الالف للياء تبارك الرحمن ما فيهوش غلطه، من ادب لاخلاق، من بناته لزوجته للفستان لكل ما تتخيله في الفرح، من الالف للياء ما فيهوش غلطه ما شاء الله. الله يبارك وعقبال ولادنا كلنا جميعا يا رب. بوكيه الورد البلدي اللي جاي غالي جدا، مش بوكيه بلاستيك ولا بوكيه صناعي، ما شاء الله من الالف للياء. واول ما ادت البوكيه لاختها انا عيطت لاختها، لان اختها التانية هي الاكبر منها، اكبر من ليلى، فرحت مناديه عليها ومديها بوكيه الورد. روح الله يفرحك كمان وكمان. تسلم تربيتك يا احمد يا زاهر على بناتك، ربنا يقوي كل واحد على تربيه ولاده يا رب يا رب يا رب، ويفرح قلوبنا كلنا بولادنا. الفرح الله اكبر، كل ما اتفرج على حاجه ما شاء الله، لا شفت بقى روب نوم، ولا شفت بقى الريش، ولا شفت بقى القعده مش عارفه على السرير وهم عاملين الريش والبلالين فوق، حاجه كده ميك اب كده هادي، الامور طيبه 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 جميله ما شاء الله. عقبال ولادنا يا رب. بحبكم يا فانزاتي يا احلى من حياتي. باي باي.